مراتي رافعة قضية خلع رغم انها كانت بتحبني جدا لدرجة لا يتخيلها احد. كنت بضربها وبهنها كتير قوي. كانت تميل على رجلي تبوسها وتقولي ولا يهمك، برضو هتحمل عصبيتك علشان ماليش غيرك. كنت بضربها واغضبها عند بيت اهلها، هي اللي كانت بتتصل وتقولي وحشتيني عايزة ارجع. دلوقتي بقول لها ابوس على رجلك قدام اهلك كلهم واحد واحد ترجعيلي، تقولي ابدا. طلبت من بعض الاقارب يتدخل، كلموها قالت لهم اقسم بالله لو هيفتح لي باب الجنة علشان ارجع له لا اجري ارمي نفسي في النار ولا اعيش معاه ثانية واحدة. خلاص ده انتهى، ما بقاش عندي حاجة تانية اديها وتدوس لي. عليها لان ده لعب بالنار. لو لقيت مع ست كائن بتضحي لما عشانك بيدي كل متمسكة حاجة بيك ببذخ، بس متحملة لما قرف تجرح ما عزة تفكرش نفسها ان ضعف وحبها منها بتتحول لكائن عنيد، بتدوس على قلبها بجزمتها وتنساك لو انت ضيع عينيها. الستات لما بتقسى ما بيفرقش وياها حتى لو هتموت. يا ريت كل واحد يعامل مراته بما يرضي الله ويعملها بطريقة كويسة، عاملها كأنها أمك بنتك أختك. اللي تقبلوا عليهم اقبلوا عليها. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.